نهائي كأس الأمم الآسيوية 2024 بين المنتخب الأردني والمنتخب القطري. الأردن جاي من طريق صعب بعد ما فازت على العراق وطاجستان وكوريا الجنوبية، أما قطر فوصلت للنهائي بعد فوز على فلسطين وأوزبكستان وإيران علشان يتقابلوا في النهائي ويلعبوا مباراة تاريخية فيها أحداث كتيرة مثيرة. تعال نشوف إيه اللي حصل. صلى على الحبيب واخبط اللايك الجامد بتاعك ويلا نبدأ. أول كرة من نجم قطر الأول أكرم عفيف وبيضيع كرة الهدف الأول. أكرم بيرجع تاني وبيحط كرة سهلة في إيد الحارس وهو الأخطر لحد دلوقتي. قطر بتهدد بتالت الفرص عن طريق المعز بس بتطلع اوفسايد، بس على طول الأردن بترد، والتسديدة الصاروخية من يازن بس الحارس مشعل عيسى بيصدها. التانية من الأردن وعرضية لعلي علوان بس الحارس بيمسكها. أكرم عفيف بيرجع تاني وبيلبس مدافع الأردن في ضربة جزاء وكان فيها شك، وبيخش ليها أكرم عفيف وبيسجل الأول لقطر، والنتيجة 1-0 والمباراة لسه فيها كتير.